المزيكا بتمس كل الناس، ما فيش حد ما بيسمعش المزيكا. دي كانت اول اغنيه لام كلثوم يستخدم فيها الكتريك جيتار. عبد الحليم حافظ ده كان ساحر. لخص لي الدنيا في كلمه. الاسره. مزيكا، اغاني ودندنه من كل زمن وجيل. ده حماده مزيكا، وده محل صغير لقيته في مول في شوارع الزمالك، كل حاجه فيه ليها علاقه بالمزيكا. انا اسمي احمد محمد ابراهيم. هو الشهره هنا في المكان حماده مزيكا على اسم المحل. انا شغال في المجال ده من سنه 2000. بيبيع وكمان يصلح كل حاجه ليها علاقه بالموسيقى مهما كان عمرها ومهما كانت قديمه، تقريبا ما سابش حاجه. هي الحكايه بدات ان انا اصلا بحب الفك والربط، ان انا اصلح حاجه بايدي. هوايه الفك والربط دي بتحل لي مشاكل كتير يعني. ما فيش حد ما بيسمعش المزيكا. هي المزيكا زيها زي الاقتصاد بالظبط، بتمس كل بيت، بتمس كل شخص. اسطوانات، شرايط كاسيت، حتى الأجهزة اللي بنشغل عليها مزيكا زي الجراموفون، كاسيت، راديو. لا وإيه، من كل عصر عنده حاجات من الثلاثينات ومن الأربعينات، وحاجات كانت أول مرة أشوفها. كان صاحب المحل كان موسيقي، كان بيلعب مزيكا مع عبد الحليم حافظ، اسمه سمير فؤاد. عبد الحليم سلطان، ما ينفعش ان احنا نكون بنتكلم وهو بيغني. هتبص تلاقيه هو تلقائي بيخليك تغني معاه. كل اغاني عبد الحليم حافظ ليها ذكريات معايا. غدا القاك، قصيده قويه قوي لام كلثوم. اللي كاتب القصيده دي اسمه الهادي ادم. دي كانت اول اغنيه لام كلثوم يستخدم فيها الكتريك جيتار. الكتريك جيتار، مين اللي كان بيلعب بالكتريك جيتار في الوقت ده؟ عمر خورشيد. بعين الفنان، لو جيت أسألك يعني إيه حياة أو الدنيا دي، تلخصها لي في كلمة، تقول لي إيه؟ لا، مش هقدر اجاوبك على السؤال ده. السؤال ده بحر. السؤال ده في مراحل عمريه مختلفه ليه اجابات مختلفه. الاسره. الاسره هي اهم حاجه في الوقت الحالي. الاسره هي اهم مجتمع في المجتمع اللي احنا فيه. ضحكه بنتي، لعب معاها، بيتي دلوقتي هو اهم حاجه.